السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض خلية النحل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، عجينة قطنية هشة خالص وسر اللمعة اللي شايفينها مع بعض. بس في البداية حابة ان انا اعتذر منكم على صوتي لاني تعبانة شوية. دعوتكم ليا اجمل واغلى اخوات في الدنيا. وفي البداية يلا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا ان شاء الله. ومعايا في بولة صغيرة كده وهنزل فيها بكوباية من المية الدافية، وده كده اختبار للخميره، ولو انت واثقه في الخميره بتاعتك تقدري تتخطي المرحله دي. وهنزل عليها ب3 معالق من السكر الحبيبات، وعليها بباكت من الخميره اللي هو 11 جرام. هنشوفه مع بعض دلوقتي، او تقدري تعيري بمعلقه كبيره لو انت عندك الخميره السايبه تقدري تستخدمي منها. لو انت بتجيبي الباكيتات الكبيره على بعضها استخدمي معلقه كبيره هرميه، ولو انت هتستخدمي الاكياس استخدمي الكيس اللي هو 11 جرام مش 16 جرام. وبندوب كل المكونات مع بعض بالشكل ده، وهنغطيها ونتركها جانبا تختمر كويس جدا معانا. تمام، وهنشوف مع بعض ازاي بتختمر وازاي بتكون كويسه جدا. ومعايا في البوله هبدا ان انا انخل الدقيق بتاعي. الدقيق اللي انا هستخدمه مقداره قد ايه؟ 500 جرام، يعني نص كيلو من الدقيق. تقدري تستخدمي اي نوع دقيق مفيش مشكله خالص، ولكن طبعا دقيق المخبوزات علشان يكون في عرق ويبقى كويس جدا معانا. لازم ننخله كويس جدا، حتى لو عايزه تنخليه مره او 2 أو 3 مفيش مشكله خالص. كل ما ننخله اكتر كل ما بيبقى كويس جدا معانا. وتمام، وعليه بنزل بربع معلقه صغيره من الملح و3 معالق من الحليب البودر او 4 معالق اللي انت حباه، لكن هو بيدي قوام حلو جدا للعجينه وبيخليها طريه وهشه معانا خالص. نقدر نستبدله باللبن السايب اللي هو اللبن الحليب بتاعنا مفيش مشكله خالص. معايا هنا تلت كوبايه من الزيت، وببدا ان انا انزل بيها، ويا ريت طبعا يكون نوعيه الزيت كويسه علشان خاطر ما يغيرش معانا طعم المعجنات بتاعتنا. هنا بقى شايفين مع بعض العجين الخميره اختمرت تماما. هنا لما بتعمل الفقاقيع من على الوجه بالشكل ده، تعمل الرغاوي معانا زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده، خلاص تبقى كده اختمرت وتمام جدا. وبضيفها على مكونات الدقيق والملح والحليب البودر اللي احنا ضفناهم، وطبعا الزيت. وابدا ان انا اقلب العجينه بتاعتي بالشكل ده. طبعا لازم نعجن فيها كويس جدا ونديها حقها علشان تدينا افضل واحلى نتيجه. يعني هنا بقول لكم لو حابين تختبروا العجينه زي ما بنعرف دايما مع بعض، نغسل ايدينا كويس جدا ونشطفها خالص، وبعدين نرجع نمسك العجينه. وقتها نحس بملمس العجينه اذا كانت مظبوطه معانا ولا محتاجه حاجه، ونخبط في العجينه يمين وشمال بقى لحد ما تبقى مظبوطه وتمام معانا، يعني كاننا شغالين بالعجين الكهربائي ولكن بايدينا احنا، وحاجه جميله وزي الفل. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا، اللهم امين. دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. هنا شايفين بقى لازم على الرخامه كده او على المفرش، ونبدا ان احنا نفرد في العجينه بتاعتنا كويس جدا علشان تبقى زي الفل معانا. وفي نفس البوله اللي انا عملت فيها، وهبدا ان انا انزل فيها بالعجينه، بس في البدايه هديها معلقه من الزيت، وده علشان العجينه ما تلزقش معايا في البوله او الطبق اللي انا بستخدمه. وكمان بنغطي الوجه بتاعها بالزيت خالص، وده علشان لو غطيناها بالبلاستيك ريب ما يلزقش فيها ويطلع معانا بكل سهوله. وبغطي العجينه بتاعتي بالاسترتش او بالبلاستيك ريب، وكلنا عارفين ان هو بيكمر كويس جدا العجينه وبيخليها ممتازه معانا. كمان نقدر ندخلها في التخمير السريع بتاعنا اللي احنا قلنا عليه قبل كده، ندفي الفرن وندخل العجينه مش بتاخد وقت معانا خالص. دي الصينيه اللي انا هستخدمها مقاس كام؟ مقاس 32. دهناها بالزبده كويس جدا او بالسمنه اللي متوفره عندك، لكن لازم ندهنها كويس خالص عشان لما نيجي نطلع خليه النحل تطلع معانا مظبوط تمام. ودي العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت كويس خالص ما شاء الله، شايفين اللهم بارك، حلوه جدا. كنت دخلتها في الفرن، يعني بدفي الفرن بس وبعدين اقفل النار خالص، فبيبقى كويس جدا معانا، مش بتكمل في الفرن نص ساعه تقريبا. لكن لو انت بتخمريها التخمير العادي هتاخد منك حوالي ساعه مظبوط. وابدا ان انا اخد قطعه قطعه بالراحه خالص، يعني زي ما احنا مش شايفين الحجم صغير. لو انت حابه تصغري عن كده مفيش مشكله خالص. حجم الكرة ده كان قد ايه؟ كان 50 جرام، يعني تقدروا تخلوها اصغر من كده او اكبر من كده على حسب ما انتم حابين. تمام جدا. ضروري احنا نسيب مسافة ما بين كل قطعة وقطعة، لازم يكون في مسافة حتى لو بسيطة خالص علشان العجينة لما تختمر معانا تبقى تمام ومظبوطة. عايزه اقول لكم كمان ان لازم نقفل عليها كويس جدا من تحت. نقدر ان احنا نحشي العجينه بتاعتنا دي باي حشوات، ايوه طبعا ينفع نحشيها حلو او حادق، ينفع نحشيها جبن او نحشيها بالشوكولاته القابله للدهن سواء ميكستيلا او جوتين او نوتيلا. ده طبعا مش تبعنا النوتيلا فمش هنستخدمها يعني خالص. وابدا اخلص كل الكميه بنفس الطريقه ونفس الشكل. وهنا خلصت كل الكميه بتاعتي ما شاء الله، بقت زي الفل خالص وظبطتهم في الصينيه. هقول لكم هنا انا هعمل كمان تعديل فيها وهنشوفه سوا. بغطيها كده بفوطه واسيبها بقى تختمر يعني حوالي 10 دقايق. للمره التانية دي 10 دقايق وبس. ومعايا للتوبنج اللي هستخدمه، اول ماده اللي هدهن بيها الوجه
معايا ربع كوبايه من اللبن الحليب، وعليها بنص معلقه من السكر، وعليها كمان بسنه من الفانيليا السايله. نقدر نستبدلها بالنسكافيه، مفيش مشكله خالص. بدوبهم كويس جدا مع بعض. التغطيه دي روعه جدا وبتدينا الشكل اللي احنا شفناه. وهبدا ان انا ادهن كل الكويرات بتاعتي او خليه النحل زي ما شايفين كده، ما شاء الله كده كويسه جدا، لان لسه هتختمر اكتر كمان في الفرن. عايزه اقول لكم اختمرت ما شاء الله اللهم بارك، يعني بطريقه فظيعه جدا، بس كانت رائعه وكانت عامله زي القطن بجد، هشه جدا وحلوه خالص. بدهنها بالشكل ده، ولازم ندهن بالراحه جدا علشان خاطر نحافظ على الخمر اللي موجود في العجينه بتاعتنا. وبعد ما خلصنا دهن الوجه بالشكل ده، هبدا ان انا ارش عليها رشه من السمسم. السمسم حبة البركة اللي انتوا حابينه. طبعا كلنا عارفين فوائد السمسم، غير انه بيدي طعم لذيذ وشكل حلو، لو كمان فوائده عظيمة جدا زي ما قلنا مع بعض قبل كده في فيديو الطحينة. كمية بسيطة من السمسم فيها كمية هايلة من الكالسيوم، فما شاء الله رهيب جدا. هنا بقى هندخل الصينية بتاعتنا الفرن على درجة حرارة 190. كويس جدا. الفرن بتاعنا بيكون مسبق من قبلها بالتسخين، من قبلها ب10 دقايق. ما ينفعش خالص ندخل المعجنات بتاعتنا على فرن بارد. مجرد ما تطلع وهي سخنه بالشكل ده، ابدا اني ادهنها بالعسل الابيض. العسل الابيض او السيرب او الشربات اللي انتوا حابينه، وتقدروا تستخدموا الحليب المكثف المحلى اللي عملناه مع بعض قبل كده. انا هنا مستخدمه سيرب خفيف، مش تقيل ولا اي حاجه خالص، مفيش مشكله تماما. مش عندك استخدمي عسل ابيض وخففيه بشويه من الميه، تمام جدا. شايفين هنا بقى ما شاء الله، انا بوريكم العجينه قطنيه هشه تحفه جدا بجد، هتعجبكم خالص. شايفين سر اللمعه الجميل. وطبعا لازم نغطيها ونسيبها لما تبرد تماما وتهدى خالص معانا. يعني ما ينفعش نستخدم المعجنات او نقدمها وهي سخنه، بتكون شبه معجنه، لكن لما بنسيبها تبرد شويه ما شاء الله شايفين الجمال، شايفين اللبابه اللي موجوده بالداخل، تحفه جدا بجد. اتمنى بجد يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي اللايك والاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. وعايزه اقول لكم دي كمان فيها نوتيلا او ماكسيتيلا، يعني زي ما احنا ما شايفين كده. حشيتها ازاي؟ فتحت فيها فتحه بسيطه جدا من تحت، وحشيتها بالشوكولاته القابله للدهن، بجد خطيره. صحه وعافيه يا رب. اشكركم جدا والسلام عليكم.